وسنشرع بعون الله وتوفيقه في نهاية هذه السنة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تسديدا لقيم التضامن الاجتماعي الراسخة عند المغاربة. فقد قررنا أن لا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط، بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة. ويهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديث الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال وفي سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين. وبفضل أثره المباشر سيساهم هذا البرنامج في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية.